السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. اتصل بيا يا جماعة دلوقتي الحاج علي اللي أرضه على أول طريق 45، وقال لي إن في جماعة معرفة اتصلوا عليه من منطقة بعد منه اسمها منطقة القصر، وقالوا له إحنا عندنا عشة عاملينها على راس الأرض وإحنا قاعدين فيها بنتغدى. اتفاجئنا بأفعى كبيرة داخلة علينا، وبعد كده دخلت في الفاصل بين العشة وبين الأرضية اللي معمولة. هم عاملين أرضية بالخرسانة مرفوعة حوالي بتاع 20 سم أو 30 سم عن الأرض، وملفوفة بطوب من الداير، وبعد كده لفينها بالبوص. فقالوا له ان هي دخلت في الفاصل بين البوص وبين الطوب. فطبعا الحاج علي اتوجه هناك وراح هناك وقال لي انا بالفعل شفتها، ولكن على ما شلنا البوص اللي في الجنب اختفت مننا، وبعد كده في فاصل بالطوب، يعني في طوب مرصوص تحت الحته الخرسانه ديت. قال لي ان في فاصل بينها وبين الخرسانه، واحنا شاكين ان هي موجوده فيه او ان هي دخلت في المكان ده، واحنا واقفين على راسها دلوقتي. فطبعا انا متوجه ليه في الطريق عشان نشوف ايه اللي موجود هناك. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. بص يا جماعه احنا كده وصلنا المكان. السلام عليكم حاج علي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الله يسلمك يا حاج. بص يا سيدي، قول لي بقى ايه اللي حصل؟ كان فينا كاب بوص. احنا شلناه. تمام. الطوب ده مرصوص هنا، من ساعه ما كلمتك هي كانت في وشي هنا. عيني فين؟ خلصت معاك المكالمه فسحبت في الشويه دول. احنا قلنا بقى قبل ما تيجي نشيل الشويه دولت وبتاع وننضفهم. فهي اكيد محدوده بالشويه دول. طيب تمام. لكن هي ما سحبتش لحد هنا كده، يعني ما جاتش من الجنب من هنا كده؟ لا. متاكد؟ لا، الجنب ده فاضي. احنا كنا واقفين برضه. احنا كنا واقفين، كنا منتشرين حوالين المكان. طب امسك كده علي. بسم الله. انا ما فيش. لازم ناكد برضه ان هي ايه. هنا الخرسانه دي تحت منها في جحر ولا حاجه؟ لا، هو اللي ورا ده مبني باسمنت، انما دي محطوط عشوائي كده معلق. ما هو ده هنا في فاصل بينه وبين دي يعني. موجعني شويه بس لو دخلت هنا تبقى موجوده عندك. اهي اهي باينه هنا كده. تمام. انا قلت لك في المكان دي، انا قلت لك ان شاء الله تبقى ثابته في المكان ده دي. كده محطوط عشوائي صح؟ عشوائي. هات الفاس اللي معاك. الصغير اللي عندك. اهي الفاس ورا منك اهي. هات الفاس اللي ورا منك دي. هي هنا اهي. هات العواد. هنا كده بالظبط. فاحنا هنقطع الاول عليها من هنا عشان ايه؟ انا قطعت لك من هنا اهو. انا لا، قطع هي من بص هنا. هي هنا كده بالظبط. تمام. انا اهم حاجه عايزك تركز لي بالله عليك يا علي مع ايه؟ اهو. مع التصوير. سيبها على الله. احنا مش جايين كل المسافه دي عشان نهربها. يا سادة. بترجع. احمد رضا. ماشي ماشي. بص طلع ربح من هنا. طلعت من هنا. ايوه انا عارف، انا عشان كده بقطع عليها. ايوه. هي بتسحب كده ورا هناك. ايوه بتسحب. خلي بالك عندك يا محمود. بالك يا محمود عندك بتهرب من هنا. ها؟ لا ما تقلقش، سيبها على الله. بالك بص هو مش شايف عشان الطول ده لافف. ها؟ لا ماشي، سيبها على الله. اهي على علوه كده. بسم الله. ده يا جماعه الكوبرا اهي. ايوه هي حشره نفسها هنا ايه. هي كده بتحاول ان هي تهرب، تدور على اي منفذ تهرب منه. طبعا كوبرا شكلها كوبرا محمله. كبيره. خد كده علوه، خليك من بعيد شويه. بسم الله. ما تهرب منك. كبيره جوه. سيبها على الله. ما انا عارف، شايفها سيبها. لا ده محمله. تعالى من هنا علي. سيبها، انا عايزها تطلع براحتها. لا ما تقلقش، سيبها على الله. سيبها على الله. ما تهرب منك. تقلقش، سيبها على الله. بس كده يا حاج. بص عايزة ترجع لمكانها تاني. طبعا ما خدتش وقت خالص، وانتوا اصلا شويه النظافه دول بصراحه نفعوا ان هي ما حاولتش ان هي تهرب، لان هي خلاص حست ان المكان اتكشف حوالين منها، فعشان كده ايه انتوا زنقتوها. تعالوا بقى نمسكوها ونطلعوها بره بحته واسعه بره. تهرب منك. ما تقلقش، سيبها على الله. بس يا حاج، خلاص يا حاج. هتروحي فين؟ ما بعرفش استخدم ايدي الشمال خالص يعني. ربنا يجعلك من اهل اليمين. والله صح، ما هاجي امسك الماسك بايدي الشمال ما بعرفش استخدمه خالص.
بتاع عليه يبقى لها حجم كده تحكمها بيها. لا لا لا، ما هي ديت، ما هو الماسك اللي معانا ده. هو الماسك هو الماسك اللي معانا ده. هي طبعا طولها تقريبا حوالي بتاع متر و70 او متر 65. تعال نطلع بيها في السالك بره، وبعد كده نرجع نبص في المكان تاني، لان المكان مفتح هنا، فوارد ان احنا نلاقي حاجه تاني هنا. كده عكس الشمس يا احمد. بس ايه ده يا حاج؟ بس طيب، بسم الله. كده بقى خلاص بدأت كده ان هي ايه، مفيش مجال بقى للهرب، فبدأت ان هي ايه تركز معايا. اهم حاجة دي على فكرة التاية دي مش ذكر. التاية بقى تلاقي دايما دماغها اصغر من باقي جسمها، يعني الذكر بالنسبة للحجم ده تلاقي الدماغ بتاعته تحس ان هي ماشية مع ايه، متناسقة مع الجسم. اما النتاية دايما معظم الوقت تلاقي جسمها الدماغ بتاعتها صغيرة، يعني جسم كبير وتلاقي الدماغ صغيرة. طبعا ممنوع اي حد يقلد حاجه من اللي احنا بنعملها دي خالص يا جماعه. الموضوع مش سهل، ولا ان انت مجرد ما مسكتها في ايدك كده خلاص سلمت. الموضوع مش سهل، الموضوع كله ان احنا متدربين على الحاجه دي، فمحدش يستهون بالموضوع ده نهائيا. دلوقتي بقى احنا هنخليها ايه تريح في الارض عشان نبص على الانياب بتاعتها ونروح نشوف المكان. بس اهدي بقى، اهدي 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 اهدي. كده بقى خلاص هي ايه كده سلمت، كده تتظاهر بالموت ان هي ميته. هي خلاص حست ان مفيش مفر، فتبدا تتظاهر بالموت. انا طبعا هي لسه لحد دلوقتي لسه سخنه برضو، فعشان كده ايه لسه ما اتظاهرتش بالكامل. كده خلاص هي اتظاهرت بالموت، كده كانها ميته، تعمل نفسها ميته. لما تحس ان مفيش ممر ليها، ما اي مفر، ولا تحس ان هي خلاص مش هتعرف تهرب، فتبدا ان هي ايه تتظاهر بالموت عشان انت تسيبها وتبعد عنها، فتبدا ان هي تهرب. كده ترجع تعيش تاني وتفوق تاني. تعالى بقى نشوف الانياب بتاعتها. بس اهدي، بسم الله. تعالى كده بص الانياب بيكون عندها كده ايه انياب في الجنب ده كده اهو، ادي ناب اهو. بص عندها هنا اتنين دي بتبقى يا اما طالعه من تغيير توب لسه قريب، يا اما داخله على تغيير توب، لان هي بتغير الانياب بتاعتها مع تغيير التوب. وعندها في الجنب التاني برضو هنا ناب اهو. الانياب دي طبعا السم بتاعها ده بقى زي الابره بتاعت الحقنه كده، اللي هي ايه مجوفه من الداخل. لما تحقن في اي حد تبدا الايه السم ينزل من خلال الانياب دي. هي طبعا طولها حوالي بتاع 160 سم. مسكناها احنا كده تقريبا كده، استغرب من دي. هنشوف في المكان هنا، لان هنا طالما دي كده تاني واحده انتوا كده تشوفوها هنا في المكان. واحده ثاني قبل ده يا احمد تاني واحده ايه ده؟ لا انا اقصد ان خلال خلال الشهر ده كده دي تاني واحده. ده صحيح، ان هم ما اتصل عليها كانت الثانيه في الماسوره، بس موتوها قبل انا ما ايه قبل انا ما ابدا اتحرك من هناك. تمام. بس يا حاج